بمناسبة امبابة، انت كنت ساكن في الشارع اللي فيه هنيدي. طبعا. العلاقة بينكم ايه؟ يعني انا دلوقتي أنا بعمل معاه بفتح مسرحيه. انتوا بتعملوا انت وثروت مسرحية مع هنيدي. مع هنيدي. فانا قلت زمان في حد كان بيكلمني والكلام ده حقيقي، قلت لهم انا مشيت كتير قوي في الشارع اللي مشي فيه هنيدي، فالناس مش فاهمه. قلت لهم لا هو ساكن، بس انا كنت كل ده هو ساكن في اول الشارع يعني قريب من الشارع الرئيسي على طول وانا جوه شويه. ايوه. وده حاجه حقيقيه. أيوة. كنت امشي واقول في يوم من الايام هوصل زي هنيدي. ما شاء الله. واضح ان الشارع ده بيطلع كوميديانات. والله بجد. وانا قلت له الكلام ده ومعروف في امبابه ان هو من امبابه وانا من امبابه، احنا من نفس الشارع، بس هو من هنا ومن هنا. انا جوه شويه. وبتعملوا دلوقتي شغل مع بعض، ده يهمني بقى، انا عايز اسال فيه ضحك بقى، لانه احنا بقى لنا فتره طويله مفتقدين المسرح جدا طبعا. وانا بشكر اشرف عبد الباقي في المبادره، يعني بغض النظر انا ماليش دعوه مين بيهاجم ومين بيعمل، انما اشرف عمل نقله كويسه جدا وطلع جيل وشغال وعارف ان هو عمل ايه في مسرح الريحاني اليومين دول، عامل خلق مسرح الريحاني من اول وجديد الحقيقه، يعني بشكره جدا. فده كر بقى سخن الدنيا، فهنيدي داخل مسرح. انتوا ثروت وفتحي وبيومي ومحمد محمود. يا نهار ضحك. استاذ محمد محمود طبعا. محمد محمود طبعا زميلي ودفعتي حبيبي. طبعا تمام. اخراج مجدي الهواري. قنابل الكوميديا بقى ما شاء الله. لا دي كده مسرحيه يعني هتكسر الدنيا. احنا طبعا بنتمنى يعني المسرح يرجع تاني يا رب.